هنعمل مع بعض حواوشي اسكندراني، بس ايه حكاية بعجينة حلوة جدا. عملتها معاكم قبل كده في الفيديو بتاع رغيف الدجاج، ولكن اللي ما شافش الفيديو هقول لكم برضو العجينة في الحلقة بتاعت النهاردة. ويلا بينا نشوف هنعمل وصفة النهاردة ازاي. ونبتدي اول حاجة باللحمة. عندي نص كيلو من اللحمة، طبعا بيكون فيها نسبة من الدهن. بصلتين متوسطين متقطعين صغير جدا بالسكينة، وحبة من الفلفل الرومي، ونص حزمة من الكزبرة. بالنسبة للبهارات، معلقة كبيرة من الملح والثوم المفروم، وبهارات اللحمة معلقة صغيرة من القرفة والفلفل الأسود. لو مش حابين تحطوا خضرة زي ما انتوا حابين، ممكن تحطوا بقدونس او تستغنوا عن الخضرة خالص، مفيش اي مشكلة. هعجن بقى الكلام ده كله كويس قوي، وبعد كده هغطيها واسيبها في التلاجة من بالليل علشان تتشرب معايا اللحمة من البهارات. عايزة اقولكم المفروض في العجينة دي ان احنا نستخدم كيلو من اللحمة، علشان اللحمة طبعا بتكش فما بتبقاش مالية الرغيف قوي، ولكن انا حبيت ان انا اوفر واستخدم نص كيلو بس. العجينة كوباية من الزبادي، وهدوبها كويس واشيل منها معلقة على جنب، واحط كوباية ونص من الماء الدافي، معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة مع معلقة كبيرة ممسوحة من السكر. طبعا بختبر الخميرة الاول، وبعد كده بضيف على الزبادي، وبنزل نص كيلو من الدقيق، عليهم ربع معلقة صغيرة من محسن الخبز، وهكمل بقى الدقيق واعجن. هي خدت معايا نص كيلو زائد ربع كوباية من الدقيق. انا عايزاها تكون متماسكة مش بتلزق. اول ما الاقيها بتلزق حاجة بسيطة هوقف بقى، مش هحط دقيق تاني، واحط معلقتين كبار من الزيت، وبعد كده هكمل عجن. هي هتظبط معايا لما احط الزيت. لو برضو لقيتها بتلزق حاجة بسيطة هسيبها زي ما هي، لان لسه هشيلها واحطها في التلاجة. مش عايزه ازود دقيق كتير علشان برضو ما تنشفش معايا. هسيبها تخمر بره التلاجة ساعة، هغطيها طبعا، وبعد الساعة هسيبها متغطية زي ما هي هنا بعد ما اختمرت ساعة، وهدخلها بقى التلاجة لحد لما اجي اشتغل فيها براحتي. هنا بعد ما خرجتها من التلاجة، وزي ما هو واضح قدامكم ان هي كملت تخمير في التلاجة، هرش بقى دقيق، وبعد كده هقسم العجينة بتاعتي لست كور. الكورة هتعملي رغيف وسط حلو قوي بالنسبة لي كده. عايزين تكبروا الحجم او تصغروه زي ما انتوا حابين. وزي ما قلت لكم، لو عايزين تزودوا كمية اللحمة، علشان طبعا اللحمة مش هتبقى فرشة في الرغيف كله، علشان طبعا هي بتكش، فلو عايزين تزودوا الكمية عن النص كيلو برضو زي ما تحبوا. هغطي بقى الكور بتاعة العجين، واخد كورة وابتدي افردها زي ما هو واضح بالشكل دوت. يعني مش عايزة افردها قوي، يكون فيها سمك بسيط. هي برضو العجينة ما بتخمرش قوي، ما بتكبرش قوي، يعني ما بتبقاش كلها عجين. بعد كده بقى هحط اللحمة زي ما هو واضح قدامكم، وهبتدي ان انا اقفل الرغيف بتاعي، ومهم جدا ان انا اقفله كويس. وانا بفرد العجينة لو لقيتها ما بتفردش معايا كويس، فبستنى عليها دقيقة كده، بعد كده ببتدي ان انا اكمل فرد علشان تتفرد معايا. وزي ما انتوا شايفين بقفل بقى الكورة بتاعتي، ولو حسيت انها ابتدت تلزق برش برضو رشة من الدقيق بسيطة. العجينة حلوة جدا وطرية جدا فوق ما تتصوروا، فانا مش عايزاها تلزق معايا علشان ما تتقطعش مني. هبتدي بقى ان انا افردها واحدة واحدة كده زي ما هو واضح، علشان اظبط الحشو، وبرضو اتأكد ان اللحمة اتفردت في الرغيف كله علشان برضو تستوي معايا. هفردها بالراحة، ومش هفردها قوي على المفرش بتاع السيليكون. هكمل الفرد على الصينية عشان يبقى افضل معايا، عشان ما اجيش اشيلها وتتقطع معايا. فهحط معلقتين كبار من الزيت في الصينية بتاعتي تيفال، وهنقل عليها العجين. وبرضو مش عايزة افردها قوي علشان برضو الاقي فيها سمك اقدر ان انا اكله. هجيب بقى اي معلقة خشب، الجزء اللي فيها من تحت يكون رفيع كده، وهعمل فتحات بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. الخطوة دي مهمة جدا، مش عشان تعمل لي منظر في الرغيف، لا، انا عايزاها علشان تقدر تتسوى اللحمة، وتخرج الدهون بتاعة اللحمة، وتسوي لي اللحمة كويس، وتدي تطعيمة حلوة قوي. طيب بالنسبة للتسوية، عندي 3 طرق من التسوية، وركزوا معايا بقى في الخطوة دي. هحطها في الصينية على درجة حرارة وسط، ما بين الوسط والهادي، لحد لما تاخد لون من تحت. معلقة الزبادي اللي انا شلتها على جنب هاخد منها بقى وامسح الرغيف اول لما ياخد لون من تحت، وانقل الرغيف في صينية تاني، واحطها على الشبكة تحت بقى خالص. هنزل الشبكة تحت، وايد الشواية
لحد لما يتحمر وتاخد لون، وابتدي ان انا اضغط على الرغيف وهو في الفرن اول لما ياخد لون عشان يطلع الدهون بتاعته ويسوي اللحمة. فدي اول طريقة للتسوية، وانا عملتها في الرغيف الاولاني وهوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. الطريقة التانية هي ان انا برضو اخلي الرغيف ياخد لون من تحت، وبعد كده ادهنه بالزيت واحطه بقى على الشبكة مباشرة من غير اي صينية. الشبكة تكون في نص الفرن، واحط عليها كل الارغفة مثلا اللي خدت لون من تحت، واشغل بقى الفرن على درجة عالية بحيث ان هو ايه، يحمر لي الرغيف لما تنزل الدهون بتاعته. طبعا لازم اديله لون الاول من فوق عشان يبقى ماسك نفسه لما احطه على الشبكة ما يتقطعش. بس الطريقة دي انا ما عملتهاش لان طبعا هتبهدل لي الشبكة وهتبهدل لي الفرن، فلازم ان انا ابتدي ان انا انضف البوتاجاز من جوه بعد لما اخلص تسوية. فنيجي بقى للطريقة التالتة وهي دي اللي عجبتني ودي اللي انا كنت شغالة عليها بقية الأرغفة. هي ان انا احطه على بقى نار هادية ياخد لون ومغطياه زي ما هو واضح، واول لما ياخد لون من تحت هدهنه برضو بالزبادي، وبعد كده هقلبه على الناحية التانية واحط معلقتين زيت. اول لما اقلبه مش هعرف ان انا احرك الرغيف في الاول لان الزبادي هيلزق معايا، فعشان ما يتقطعش معايا العجين فهسيبه لحد لما يبتدي ان هو ياخد لون ويستوي كويس. هبتدي ان انا اغطيه تاني وهدي النار، ودي ميزة بقى ان انا هكون بحضر بقية الرغيفة التانية، فعشان كده الطريقة التالتة دي بالنسبة لي هي الافضل. وعلى فكرة انا بحضر الرغيف وعلى طول بسويه، مش بسيبه ان هو يخمر، هو على الهادي اصلا من فوق بيخمر وبيبقى حلو قوي. اول لما الاقيه بقى خد لون من الناحيه التانية اللي انا دهنت فيها الزبادي هقدر ان انا اقلب فيه براحتي واضغط كويس قوي بالمعلقه بالشكل ده عشان يطلع لي الدهون بتاعه اللحمه، منها تسوي لي الرغيف في الدهون وتديله طعم حلو قوي. وطبعا بعد ما بخلص كل رغيف ببتدي ان انا احطه في صينيه، بحطهم عادي فوق بعض مفيش مشكله واغطيهم علشان يفضلوا ان هو طري معايا. بس هي اصلا كده كده العجينه تحفه، يعني حتى لو ما اتغطاش بيبقى طري وحلو، ولكن احتياطي انا برضو بحب ان انا اغطي العجين علشان يبقى طري معايا اطول فتره ممكنه. وكده خلاص خلصنا. حابه اوريكم بقى شكل الرغيف اللي كان في الشوايه واللي كان من فوق. ده اللي كان من فوق في البوتاجاز برضو واخد لون حلو جدا وجميل قوي من فوق، وده اللي كان في الشوايه طالع برضو طري وجميل وحلو قوي. بس زي ما قلت لكم الطريقه التالتة هي الافضل لان بقدر ان انا اشتغل في اكتر من صينيه وانا واقفه على البوتاجاز. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، بتمنى انها تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.